عبد الرؤوف المشرف العام على الكوره بفرقه كفر الشيخ. يعني مش عارف اقول لك ايه، الفرقه عناصر ممتازه، عناصر كويسه، ولكن الاداء مختلف داخل الملعب، وهزيمه برضو يعني مش هقول غير متوقعه، هزيمه مش في وقتها لفرقه كفر الشيخ. هو الاول بنبارك لفرقه سمنود وبنقول هارد لك فرقتنا. والماتش الاول في الشوط الاولاني انت متابع ماشيين كويس جدا وجبنا جون، وبعد كده في لعيبه عندنا خبرتها قليله جدا بيفرحوا في الجون، ولكن وانت بتفرح لازم تبقى واخد بالك. سايب الماتش. ولاعيبه سمنود عندهم خبره عاليه طبعا، يقدروا يجيبوا الجون في نفس الدقيقه اللي دخل فيها الجون فيهم. بس وطبعا الجون يعني في سوء توفيق في بعض اللعيبه، والحمد لله على كل حال، وان شاء الله نعوض في اللي جاي باذن الله. كابتن محمد، يعني عايز اقول كلمه برضو، كلمه رياضيه وكرويه بحته، اللعيبه مش واقفه على رجليها ليه؟ لا بالعكس، اللعيبه واقفه لغايه اخر دقيقه مكمله وماشيه كويس جدا. بالعكس ده احنا فرقتنا الحمد لله البدني. فنيا يا كابتن؟ لا فنيا النهارده في يعني دي اوف زي ما بيقولوا، يعني اللعيبه كلها في ناس مش مستواها خالص النهارده، وفي يعني حاجه غريبه قاعدين بره على الدكه مستغربين، يعني في 6 7 لعيبه مش مستواهم خالص. لو نص مستواهم ما يبقاش كده الشوط الثاني الوضع يعني شفت فرقه كفر الشيخ عامله ماتش ممتاز جدا، على الرغم ان هي خسرت من الموصول، كان ماتش قوي جدا جدا كاداء. التعادل 2-2 1-1 كاداء كان ممتاز جدا. ماتشها مع زفته في زفته كان ماتش برضه شرس جدا. النهارده الفرقه مش في حالتها الطبيعيه. والله الكوره كده وارد فيها، يعني انت تبقى في مستواك فوق وممكن تبقى مستوى تحت شويه اقل، يعني دي طبعا راجع للعيب نفسه. اللاعب نفسه يعني ما كانش عنده حافز ان هو يأدي كل المباريات بمستوى واحد، فدي المدير الفني ما قدرش يعمل فيها حاجه. ولكن احنا ان شاء الله يعني اتكلمنا مع كابتن ايهاب، واحنا طبعا احنا السنه دي احنا بنقول الراجل يعني احنا السنه دي ما بنبصلهاش، احنا بنشوف السنه دي احنا ممكن نعمله السنه الجايه، وان شاء الله السنه الجايه هتشوف فرقه كفر الشيخ حاجه جديده خالص باذن الله ان شاء الله. تأهيل فرقه وتكوين فرقه للموسم القادم ان شاء الله. يعني المخطط اللي كان بادئ بيه الجهاز الفني او مجلس الاداره في كفر الشيخ اختلف ان احنا نكون فرقه للسنه الجايه. لا يحسن، بص يعني لازم نبقى واقعيين. في ناس بقى لها 3 4 سنين زي طنطا مثلا في جهاز فني مستقر بقى 3 سنين، فيعني لازم تبقى واقعي. يعني انت كابتن ايهاب جه بعد 3 ماتشات من الدور الاول، فانت لازم برضه الراجل ما اختارش لعيبه ولا لعيبه ما جابهاش، ولا لما يبقى ماسك جهاز لازم يشوف مين اللي يجيبه ومين اللي هينفع معاه يأدي التكتيك اللي بيعمله. فدي راجعه للجهاز الفني، فاحنا السنه دي احنا مديله كل الصلاحيات ان هو يعمل اللي هو عايزه، والسنه الجايه ان شاء الله هتشوف فرقه كويسه قوي باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد، كمشرف عام ايه اللي مخطط في المرحله القادمه لفريق كفر الشيخ؟ نصعد السنه الجايه ان شاء الله. ده احنا ده يعني قرار مجلس اداره، وان شاء الله يعني الوضع هيتغير الناحيه الماليه والناحيه طبعا ملعبنا هيبقى موجود. انا سايب نلعب بره ملعبنا، ما عندناش ملعب نلعب بره زينا زي اي فرقه جايه تلعب، فلما يبقى ملعبنا موجود طبعا ده هتفرق معانا كتير. وبرده من الناحيه الماليه هنعمل عقود كويسه وهنصرف كويس على الفرقه، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونصعد ان شاء الله. نشكرك يا كابتن وتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. خالد الامام المدرب العام لفريق سمنود، يعني بقول لك للمره المليون بحييكم على الفرقه وتكوين الفرقه، رجاله في الملعب، اداء متميز، نتيجه متميزه، اهداف في كل مباراه. الف مبروك على مباراه النهارده و3 نقاط واداء متميز. الله يبارك فيك يا كابتن. الله يبارك فيك. كابتن خالد، يعني التكتيك اللي بدا بيه المباراه، فريق سمنود ماسكه الملعب ماسكه الكوره، ولكن كفر الشيخ بتخطف جون. الاول يا كابتن بحيي فرقه كفر الشيخ، بحيي الكابتن ايهاب، عامل فرقه كويسه جدا، مش قد الفرقه اللي لعبناها في الدور الاولاني. الراجل بصراحه عمل احسن تيم لعبته السنه دي بصراحه بحمد ربنا. احنا طبعا لعبنا كابتن منعم كان بيلعب بفرود ومن تحته 2 على اساس كان عامل حساب للفرقه، عشان احنا طالعين من الماتش اللي فات كان في كبوه للفرقه، ماتش ونع بيه، وكنا خايفين النهارده ان ما يحصلش نصيب، فكنا نازلين مركزين جدا على المكسب. واللاعيبه بصراحه رجاله ويعني عملوا اكتر من اللي احنا عايزينه. بصراحه بنشكر اللعيبه جدا، يعني عملوا اكتر من اللي المدرب واللي المدير الفني عايزه. كابتن منعم الاسبوع اللي فات كله اشتغل الشغل اللي اشتغله كله اللعيبه ادته يعني بنسبه 100% النهارده الحمد لله. كابتن خالد، يعني الاستقرار داخل الجهاز الفني في فريق سمنود يعني عاكس تماما على اللعيبه في ارض الملعب. طبعا يا كابتن برضه ارجع لحضرتك تاني، كابتن منعم مسعود يعني كان لاعب كوره جامد قوي ومدرب، يعني يبقى مدير فني من احسن مديرين فنيين هيجوا في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه. والعلاقه كويسه جدا بيننا وبين اللعيبه، احنا اصدقاء مش مدرب ولاعيب، احنا اصدقاء واخوات. يعني اللعيب انا عندي مشكله بفضفض مع اللعيب عنده مشكله بفضفض معانا. يمكن تقارب السن بيننا وبين اللعيبه مخلي العلاقه كويسه جدا قويه جدا بيننا وبينهم، يعني لاقصى الحدود الحمد لله. واديك شفت بقى الامكانيات
يعني وقلل التكاليف اللعيبه بسم الله ما شاء الله في الملعب. يعني بصراحه يعني نصهم لعب دوري ممتاز يعني بسم الله ما شاء الله يعني. عناصر متميزه داخل فريق سمنود، منها جمعه وحسن طه واحمد والعتراوي طبعا. اسامي انا بعتبرها اسامي تقيله على الممتاز بها. مظبوط يا كابتن. وطبعا جلال وحسن بصراحه النهارده يعني والسقا النهارده ما تقدرش تقول ان اللعيب ما كانش كويس يا كابتن. حتى الدكه بره فيها لعبه كويسه جدا. وطبعا حارس المرمى رازق المرمى ممتاز جدا بسم الله ما شاء الله. وبالمناسبه يا كابتن طبعا احنا بنعزي الكابتن كابتن عبد الرؤوف ان والدته توفت. وطبعا حارس المرمى ده يعني نتاج شغل الكابتن عبد الرؤوف بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني. والحمد لله الحمد لله. كابتن عبد الرؤوف عيد مدرب حراس مرمى، واحنا بنوجه له من خلال برنامج جوه الملاعب وقناه دلتا الفضائيه خالص تعزينا، وللفقيده ان شاء الله الرحمه والاهل والصبر والسلوان. كابتن، حراس المرمى في سمنود على مدار الثلاث سنين الاخيره متميزه جدا ومتفوقه. الحمد لله كابتن. عندنا من الثلاث سنين الاخرى كابتن يعني كان عندنا احمد السعداني وطلع من هنا على المنصوره. لا قبل المنصوره طلع في اسكندريه كابتن. لعب مع سموحه وطلع من سموحه الحمد لله لعب كويس جدا برضو. عندنا حراس مرمى كابتن حراس كتير جدا. انا عندنا من ناشئين احمد الوكيل قدام السنه فريق اول. وعندنا بره مصطفى السبكي 38 سنه يا كابتن. وعندنا احمد يعني الحمد لله النادي ولاد باللعبه بتوعه الحمد لله يعني في قاعده في الناشئين. وربنا يسهل ان شاء الله يقدموا اكتر من كده باذن الله. كابتن خالد الامام المدرب العام لفريق سمنود، رساله توجهها للاعيبتك عشان يعني هنقول الترقي او الصعود، تقول لهم ايه؟ يعني الترقي كبير علينا يا كابتن شويه في ظل الامكانيات اللي عندنا. بس احنا نتمنى من ربنا ان ربنا يوفقنا. طبعا انا النهارده بشكرهم. انا مش هلاقي حاجه اقولها لهم يعني مش هلاقي حاجه اقول لهم الا اعمل لهم كده وخلاص بصراحه. انما نتمنى من ربنا في ظل الامكانيات الماديه اللي على قدنا ديت ان ربنا يكرمنا ان شاء الله. كابتن خالد، واحنا برضو في نهايه لقائنا بنعمل لك كده واقول لك يعني تعظيم سلام لفريق سمنود والتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن. شكرا يا كابتن.